عزلوكة كيفكم ما تعرفش الطيب. يا سيدي هذايا في الكومنتير، وحيدة اخت كتبت لي عزلوكة كيفكم ما تعرفش الطيب. كان يا ما كان في قديم الزمان. سيدي امي جابتني في السبيطار، هكاك هبطت تالا نهار هكا في يوم ربيعي مشمس. كي هبطت كي مدوني لامي في على جبهتي كانت عندي وشمه لهنا كحله مكتوب عليها كوجينا. امي تفاجعت، تقولك الطفله كيكه عندها وشمه كش تعرس. هيك لفتني في بطانيه وهبطت باخذت اللواج، هبطت بيا الجندوبه. مشيت بحذا جدايا مجلس الامن، مشيت بحذا خالاتي لموا بعضهم. عماتي بكل حازم قالت الطفله ذيا ما تتعلمش الكسره. تعرفيها الكسره؟ الكسره ذيك لو بتي بان، ذيك لو غون لو بان ذيك، فهمتي؟ يتيب في الفور بالارجيل، اسمه الجوجه. الجوجه ذي حنانه، تحطي فيها لو بوا وتعملي حمشه، والحمشه ذيك لازمك تبعدي، معناها تبعدي على الحمشه. كان عندك طرف شوافر ولا طرف اكستنسيون خاطر تنجم تشد فيك الحمشه، فهمتوا؟ اسيدك هزت امك القرار نتاع ماماتي وخالتي ومشيت بيه للبا، قالت له راهو هكا وهكا والثوره النسائيه العائليه نتاعنا قررت ان الطفل هذايا ما تعلمش الكسر، ولذلك انا منعرفش نطيب. بوان سهله، هو قرار وزاري رئاسي. قال الطفل هذا تعلم حاجه اخرى. وشني المشكل كي منعرفش نطيب؟ معناها انتي مثلا في الصيف كنت تعدي وقتك طيب مع امك في الكوجينه. انا امي ماخذه مني موقف، قالت الطفله هذه لازم تمشي للنادي الاعلاميه في الصيف، تمشي للمكتبه في الصيف، تقعدليش في الكوجينه. انا ارفض انها تقعد في الكوجينه. بنتي انا ما تدخلش الكوجينه، امورها. عندك مشكله برا لامي تكلم فينا الوين. انا عبد مأمور. كانت تقول لي امي مغدا بطل الفيسبوك تو نبطل. والله مش صحيح، ما امي بالليل خليني